انا امي خلتني اتخطب غصب عني لواحد اكبر مني في السن، وحاولت كتير اقنعها اني مش بفكر دلوقتي في خطوبه، بس للاسف ما عرفتش اهرب واتخطبت له في الاخر. بس طبعا انا مش هسكت، قعدت افكر وعملت خطه عشان الخطوبه تتفركش. فاتفقت معاه انه يعزمني على الاكل في اي مطعم، وقفلت معاه وكلمت احلى واحده من صحابي البنات واتفقت معاها على خطه عشان اطفش بيها العريس ده. وبعد ما وصلنا المطعم وقعدنا قلت له هروح بس الحمام وراجعه على طول. ساعتها كانت صاحبتي وصلت المطعم ومستنياني في الحمام، فقلت لها تروح تساله عن اي حاجه وتتكلم معاه. واول ما راحت وبداوا يتكلموا انا رحت وراها وعملتها مشكله بقى. بس تخيل يعدي اسم سيدنا محمد وما تعملش اعجاب ولا حتى بتصلي عليه في التعليقات. وفضلت بقى اقول له يعني انت من اول مره نخرج فيها بتخني، وقلعت الدبله رميتها في وشه ومشيت. بس انا هتجنن عشان هو اسبوع واحد وعرفت انه خطب صاحبتي اللي جات لي المطعم. ودلوقتي انا مش عارفه بالظبط مين فينا اللي كان بيشتغل التاني. تاني موقف، واحد بيقول انا امي تعبت معايا عشان نفسها اخطب واحده كويسه لان كل اللي بتجيبهم بيكونوا مش مناسبين. فلقيتها جايه النهارده وانا نايم بتصحيني وبتقول لي جبت لك عروسه مستحيل ترفضها. مبدئيا البنت شاطره وبتعرف تطبخ، ده غير انها في كليه اعلام وكمان حلوه وعينيها خضره. قلت لها يا ماما بالعقل، ما دي اللي هترفضني كده. ماما سكتت شويه وقالت لي تصدق معاك حق.